بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهلا بكم بمقر رعاية فارما للأجهزة والمستلزمات الطبية والمستلزمات الشخصية والمستلزمات التجميل والإكسسوارات. نستأنف حديثنا ضمن السلسلة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية. كنا النهارده في موضوع الأحزمة الطبية أو أحزمة التخسيس الطبية. الشرط برضه شرط التخسيس الطبي. إجمالا موضوع التخسيس موضوع يشغل ناس كتير جدا، وللأسف في ناس بتستهلك فيه وقت ومصاريف رهيبة جدا بدون نتائج. فعشان كده بقول لنا سبحانه وتعالى في الحلقة دي هنلخص الموضوع ده وندي يعني نصائح إن شاء الله بقول لنا سبحانه وتعالى بإذن الله. مبدئيا اللي بيقول لك حزام يقضي على مثلا على مناطق معينة أو يخسس لوحده، ده كلام مش منطقي وكلام مش علمي ومش حقيقي. يعني انا راجل كمستلزمات طبيه عندي حزمه طبيه، لو قلت لك الكلام ده ما تصدقنيش. اللي اقدر اقول لك موضوع التخسيس ده موضوع محتاج آلية معينه واستراتيجيه معينه نمشي عليها عشان نوصل لاهدافنا. عشان اخس لازم اظبط مواعيد اكلي وموضوع نومي زائد اليات او ادوات تساعد في عمليه التخسيس، لكن كحزام طبي لوحده يخسس لا، مش صحيح. ببساطه عشان عايز اخس المفروض ازود طاقه الحرق، او معنى صح استخدم طاقه الحرق بشكل علمي وشكل صحيح. ازاي؟ عاده المشاكل الوزن الزايد يبقى ناتجه عن زياده الدهون. يعني اي حد وزنه زياده غالبا بيبقى المشاكل في الدهون. لو عضلات مفيش مشكله، لكن الدهون بتخلي الشكل الجسم مش كويس، زائد كمان بتزود الوزن. طب انا عايز احرق الدهون، عشان احرق الدهون اظبط اكلي ازاي؟ اقلل السكريات. والسكريات مش مختزله في السكريات بس، في حاجه الحلوه السكر وكده والحلويات وكده، لا السكريات برضه في بعض المواد الثانيه الغذائيه بتتحول لسكريات، واساسها او على اساسها او اولها النشويات بتتحول في الجسم سكريات. المشكله فين؟ الجسم اول حاجه بيحرقها السكريات. انا باكل حلويات كتيره، باكل نشويات كتيره، رز مكرونه عيش، النشويات طبعا بتحول لسكريات، فطاقه الحرق كلها بتستنفذ في حرق السكريات، وبالتالي بتخلص. ابدا احرق الحاجه اللي بعد السكريات، ابدا احرق مثلا الدهون، مفيش طاقه خلاص، طاقه الحرق واستنفذت في حرق السكريات، سواء سكريات صريحه او سكريات محوله من قبل النشويات. فعشان اشتغل صح تخسيس اول حاجه اعملها اقلل السكريات المباشره الممثله السكريات نفسها والحلويات، او السكريات المحوله من قبل النشويات. اقل النشويات، سكر قصدي رز مكرونه عيش، اقل السكريات نفسها. في الحاله دي هيبدا الجسم يحرق، تبقى ماده السكريات الموجوده في الجسم قليله، فيحرقها كلها يقضي عليها ويبدا بقى يكمل على الدهون. فعشان اوصل لوزن مثالي، رقم واحد اقلل السكريات والنشويات. رقم اثنين اظبط ساعات نوم. احاول بقدر الامكان انام بدري واصحى بدري، عشان السهر بيخلي طاقه الحرق يقل، زائد كمان بيخليني اكل. رقم ثلاثة بستخدم أداة للمساعدة في التخسيس الممثلة في أحزمة التخسيس ومشدات التخسيس، اللي هو موضوعنا برضو. بالصفة دي أنا عندي مكتب مستلزمات طبية بالظبط. هنستعرض نماذج لآليات وأدوات التخسيس المساعدة. رقم واحد المشد اللي اتكلمنا عنه أكثر من مرة. ده مشد بيشد 3 مناطق في الجسم، منطقة الصدر ومنطقة البطن وزائد منطقة الخصر. ده مكون من 3 طبقات، قطن وطبقه حلويه وطبقه مطاطيه. ده بالفعل يعني اثبت جدارته وناس كتير جدا بتشكر فيه. الميزه الاضافيه بالاضافه لميزه التخسيس هو كمان بيشد الجسم، بيظهر الجسم بشكل افضل. ميزته كمان كل ما بيتغسل كل ما بقى خامته بتبقى افضل وافضل. طبعا ما بيغسلش مسحوق ميه بس فقط، واتكلمنا عنه قبل كده. ايه الاداه الثانيه؟ طبعا المشد ده منه كمان اللون الاسود، واللون الابيض. عندنا كمان تاني حزام التخسيس بالبطن او الكرش، ده معروف جدا برضه، ده وان سايز في سايز في كمان شرط التخسيس تبع برضه آلية التخسيس. الجديد اللي تم اضافته لرعاية فارما اسم المستلزمات الطبية، بدلة الشد والتخسيس الحريري. دي بدلة زي ما انتم شايفين كده بتشد الجسم كله، المنطقة كلها من منطقة الصدر لغاية الركبة كده، نشد الجسم السيدات تحديدا. ده برضو منه مقاسات وبصراحه رهيب، في كل المقاسات موجوده. كمان بالنسبه للرجاله في البدله دي، بدله التخسيس والمشد، دي برضو منتجات جديده في الرعايه الفارما، في منها اي كميه انت محتاجها موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى.
ده باختصار كان حلقتنا الخاصة بموضوع التخسيس، اتكلمنا فيها عن التخسيس قلنا عشان أقول لك أداة ممثلة في حزام أو مشد بيخسس كأداة وحيدة أو وسيلة وحيدة، ده كلام مش منطقي، لأن الموضوع متكامل ممثل في نظام أكلي، نوعية الأكل اللي باكلها زائد أداة مساعدة. أظبط الأكل إزاي؟ أقلل السكريات، سواء سكريات مباشرة في صورة سكريات وحلويات أو سكريات محولة من نشويات. السكر، الرز والمكرونة والعيش اساسيات، واقلل السكريات حتى في الشاي بتاعي، زائد الادوات دي بعون الله سبحانه وتعالى اوصل لوزن مثالي. شاكر جدا ليكم، ونلتقي بعون الله سبحانه وتعالى فيديو اخر في خاص بصفه طب جديد او جهاز طب جديد ضمن هذه السلسله. شاكر جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.